ابدأ يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. من خلال الأوبرا المصرية المكان فعلا اللي بيعلم الفن وأصول الفن ويعلم الطرب الأصيل اللي اتخرج منه العديد والعديد من نجومنا الجمال. النهاردة التقيت بشاب وشابة هو بيعلمها عزف القيتار وهو مدرس متخصص في العزف. احنا هنتكلم معاه وهنشوف ان الأوبرا المصرية الصرح العملاق اللي حقق النجومية لكل فنانين مصر. عرفنا بيك. أنا أحمد. بديت حب الجيتار من صغري، بس ما كانش فيه الإتاحة إن أنا أتعلم، أو زي ما تقولي المدرسين كانوا بيصعبوا كتير جدا على الناس اللي بتتعلم من ناحية المادية والكلام ده كله. بس الفكرة كلها إن أنا لما حبيت إن أنا أخش في الموضوع والكلام ده كله، يعني ربنا كرمني بمدرس شاطر جدا وقف جنبي وساعدني جدا في إن أنا أتعلم في الحاجة اللي أنا بحبها، وهو عازف مشهور جدا يعني. وما كنتش اتخيل ان هو ممكن مثلا يعلمني او ما يكونش في صعوبة في التعليم، بس سعيد في دوت واتعلمت في دوت لحد ما وصلت لمستوى كبير جدا. وهو قالها لي كلمة قبل هو في كده. الجيتار مستويات. طبعا يعني اللي يختلف جدا عن المبتدئ واللي هو متوسط او اللي هو هاوي حاجة، او ان هو يكون عنده الموهبة يعني اصلا. الهوا بيوصل أسرع. الهاوي بيكون بالنسبة له مجرد وسيلة، ان هو بس بيعمل الحاجة اللي هو بيكون لطيفة بالنسبة له. اما المحترف او اللي عايز يوصل لمستوى محترف، ده بيكون عايز يطور من الحاجه اللي هو بيحبها، من الاله اللي هو بيلعبها. هي دي كل الفكره احنا بس. شفنا معظم عازفين الجيتار معانا. نتعرف بأول بنورهان. منين يا نورهان؟ انا من الجيزه. انت حبيت العزف وتوصلت لزميلك ازاي عشان يوصل لك المعلومة او يفيدك؟ في ناس بتحب تعلم كده بتدي مبادئ خفيفة كده وتقول لك اقلب، انما هو حاسة ان هو فعلا بيعلمك صح. انا اصلا يعني ابتديت حبي للجيتار من 7 8 سنين، بس ما ابتديتش اتدرب غير من سنتين بس. يعني انا حبي للجيتار اصلا من زمان، بس عشان ما حاسة ان كانش فيه. الاوبرا المصرية فعلا بتحقق لك اللي انت عايزاه. انا شايفه كده. والكلام ده حصل من اسبوعين تقريبا. انا اتعرفت على الاستاذ احمد، وابتديت يعني ان انا ارجع تاني اتدرب عشان أنا كنت موقفه تدريب. احنا من خلال نورهان واحمد هنتعرف الكتير والعديد عن الموسيقى وان الفن الراقي اللي قدموه قبلنا موسيقيين كتير. محمد عبد الوهاب كان فعلا حاجة جميلة. حبب الناس في الفن وفي الموسيقى. احنا طبعا انت قلت لي في بداية كلامنا ان انت بتغني. مش قوي. اللي انا مهتم بيه اكتر ان انا اتقن العزف، اللي انا ابدع في الحاجه اللي انا بعرف اعملها. الغنى مجرد ما عندي وسيله ان انا بلحن. فلما بيكون في ما انت مثلا لما لحن، بتكون بتعلم حد قدامك وهو بيغني بتبقى اكيد عايز توصل له فاهم، حافظ المقامات بتاعة الغنى، حافظ الأسس اللي هو ازاي يبدع في الحاجة اللي هو بيعملها، عشان ما يكونش فيه أي نوع من الخلل في الغنى اللي هو بيغنيه. طب احنا عايزين نسمع منك مقطوعة بالصوت. احنا سمعنا المقطوعة بس ما سمعناش صوتك يعني. أنا مش متقن في الغنى أوي. اللي هو
بحب العزف اكتر، ان الحاجه اللي انا بفهم فيها اعرف اتقن فيها كويس جدا. الغنى بتاعي بيكون عباره عن ان انا مثلا عملت لحن معين، ففي مطرب معايا ان انا لازم احفظه الاسس بتاعه اللحن اللي انا عملته، الجمل الموسيقيه اللي انا كاتبها له، ان هو يعرف يمشي عليها، ان هو يبدع فيها. بوصل له مجرد فكره مش اكتر، مش ان انا اللي انا اغنيها الاساسي. انت قلت لي ان انت مدرس وان انت هنا في الاوبرا المصريه، واحنا الاوبرا المصريه صرح جميل. عملاق، جميله ان هي فيها فعلا مسارح. انت بتتعلم الهوايه وبتخرج من الهوايه على المسرح على طول، بالظبط. لان فيها احتفالات يوميا، يا اما في الهناجر يا المسرح الصغير يا المسرح. فيها اماكن جميله لعرض الموهبه. تقول ايه عن مكان يشهد تاريخ؟ لأن اللي صنع المكان ده أكيد مش صنعه كده بالسهل، ده صنعه صناعة مهرة ودقة وفن. اكيد تقول طبعا. إيه؟ انا كانت بدايتي كانت في الاوبرا هنا. يعني بدات ان انا احب المكان اكتر، ان انا لقيت الحاجه اللي انا بحبها متوفره هنا جدا. وبالنسبه للناس اللي كانت قاعده بتتفرج، مش اي ناس واي ناس وخلاص ان هي قاعده بتتفرج، ان دي حاجه الناس بتقدمها، حاجه مش متداوله جدا بره، بس في وإحنا المكان بنشوف ده بالليل في الفنون التشكيلية كل نجوم الفن بيجوا يسهروا هنا. بيكونوا مستمتعين جدا بالحاجه اللي بتتعمل هنا. او مش بالنسبه لهم دي حاجه غريبه، بالنسبه لهم ده العادي بتاع المكان اللي موجودين فيه. وبيستمتعوا جدا بالعزف، وبيستمتعوا جدا بيكون في فنانين كتيرة، إذا كان في مجال الغنى، مجال التمثيل، مجال العزف، ما أي مجال من أنواع الفن بيكون متواجد هنا. بالتوفيق دايما، زي ما في حد بينمي المواهب وبيقويها وبيديك القدرة فعلا إن أنت توصل بحلمك. حاجة جميلة إن فعلا كل إنسان عنده موهبة بيتخللها أو بينشط عليها. هي الموهبة بتفرض نفسها على المشاهد أو المستلقي، لأن الإنسان عنده إرادة في نفسه. إحنا نورهان بتتعلم، وهي قالت بقالها 6 سنين بتحب العود، بس هي أكتر من أسبوعين تعرفت على الأستاذ أحمد وبدأت تتعلم الدرس صح. اعزفي لنا حتة وكده وعرفيه، عرفي الجمهور يا نورهان اشمعنى الجيتار بالذات. انا حسيت ان دي الآلة اللي هي بتعبر عني. انا بحس ان انا بحبها، ايه اكتر حاجة هي اللي بعرف اعبر بيها عن اللي جوايا. احنا شفنا فريد اتخصص في العود وانشهر ان هو اشهر واحد عازف عود. عندنا برضو هاني الحسيني، هاني شنودة، الناس دي اتخصصت في الجيتار وبقوا ايه، ادوها اكتر. حتى مش كانوش على قد عازفين بس، ده كان عندهم فرقة بيشتغلوا عليه. انت نفسك توصلي بايه؟ وانت قلت موظفة صح؟ انا اصلا اخصائية. اخصائية. يعني ممكن التخصص برضو بتاعك في الفن يفيدك في الشغلة بتاعتك. اعزفي لنا حتة وقولوا لنا حلمك يوصل بيك لفين. انا ان شاء الله انا نفسي اعزف في استوديوهات في مسارح. يعني حلمي كبير يعني. يعني ممكن تبقي زي عيلة جنيد اللي بيقعدوا فعلا بقوا كلهم مشاهير الوقت اللي بيسعى بيوصل. فعلا اللي بيحب يوصل لحاجة بحلمه، مادام ربنا ادانا الإرادة إن إحنا فعلا نتعلم ونفيد ونستفيد، أكيد حلمنا هيوصل أكيد طبعا، اللي بيسعى ورا حاجة واللي بيسعى ورا حلمه ويكون حابب الحاجة اللي هو بيعملها بيوصل لها، أيا كان نوع الحاجة اللي هو بيعملها في أي مجال من المجالات. إن هو يكون مصدق نفسه قبل ما يكون الناس هي اللي مصدقة حلمه. صدقت نفسي، أنا هسعى على الأمل إن أنا مصدق نفسي مش أكتر. بس في ناس كتيرة جدا الفترة دي ما بقتش داعمة للحاجة الكويسة، بقت داعمة لحاجات تانية مش مستحبة في مجتمعنا. لا بس بس أنا بحضر مؤتمرات كتير وبشوف شخصيات كتير، لأن فعلا اللي عنده موهبة في ناس بياخدوا اللي هم ذو الهمم بيعملوا عليها مؤتمرات ويشتغلوا عليها، في ناس بتاخد دي ناس الموسيقيين عندها ويشتغلوا عليه. إرادة، دي ناس عندها إرادة وحابة اللي هم بيعملوه، مفيش أي عائق بالنسبة لهم. بالنسبة لهم مفيش أي عائق إن هم المؤتمرات يوقفوا. عامة اللي بيتحيا في القاهرة بيتحيا لإيه؟ لتنمية موهبة. في ناس شغالين على المواهب، في ناس شغالين على ذو الهمم، في ناس شغالين على طبعا. التنمية البشرية. كل واحد شغال على فكرة أو حاجة طارئة في دماغه بيقوم بيشغل. ليه ما بتنضموش للحاجات دي ويبقى شغلكم فعلا
فيد واستفيد. انا اتعاونت مع ناس كتيره بتحب الفن والكلام ده كله، بس الفكره ان انا ما قابلنيش حاجه زي دي. بس انا كنيتي، انا اي حد بيكون محتاج مساعده مثلا في حاجه هو بيحبها كفن او ايا كان، ان انا طالما ربنا مديني حاجه اقدر افيد بيها الناس، ما اتاخرش عنها بحاجه. بالتوفيق يا رب، ودايما حلمنا طول ما احنا بنجري وراه هو فعلا كمان بيجري ورانا، لأن ربنا مع الإنسان.